الفريق الطبي الجزائري في مهمة إنسانية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في محاولة منه لكسر حاجز الصمت الدولي. المرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل الفريق الطبي الجزائري إلى مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وحظي بحفاوة استقبال من قبل السلطات الصحية مثمنين دور الجزائر بمساندة الشعب الفلسطيني وفي كل المراحل التي مر بها، وما زالت تعطي دروسا في التضامن والوقوف إلى جانبه سلما وحربا. نحاول مد يد العون لإخواننا، وبقينا إن شاء الله أسبوعين على الأقل نحاول سد الفجوة الصحية هذه، ونساهم بما نستطيع على الأقل مواساة أهلنا في محنتهم. وفي ساعات الصباح الأولى بدأ الفريق الطبي الجزائري الذي يضم أطباء من عدة تخصصات بتحضير أنفسهم للانتقال إلى مدينة غزة شمال القطاع عبر جمعية رحمة حول العالم، وذلك لإجراء سلسلة عمليات جراحية لمرضى وجرحى فلسطينيين، باعثين برسالة أمل للحالمين بفرصة للعلاج. رسالة الشعب الجزائري أن نقول للفلسطينيين بأننا معكم قلبا وقالبا، وليس هناك شعب جزائري وفلسطيني، وإنما هو شعب واحد. صراحة كارثي، دمار في كل مكان، بس فرحانين كمان لأنه جينا على أهلنا، بدنا نساعدهم بالشيء اللي نقدر عليه إن شاء الله. فالمنظومة الصحية الفلسطينية المتهالكة تعاني منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وكانت هدفا لجيش الاحتلال. الوفد له معنى كبير، وهو يأتي في ظل حاجة ماسة لهذه التخصصات، وخاصة في مستشفيات شمال غزة.